والله يا اخي بستحي لما اعمل فيديو عن فيلم اتكلم عنه حد قبلي، ما بالك بقى لما يكون 4 5 اتكلموا عنه قبلي، والمشكلة ان كلهم بينقلوا من بعض عادي خالص، يعني يرزعوك الملخص ويركزوا على نفس نقاط النقد بنفس التكرار بتاع الشخص اللي قبلهم، والدنيا تدور قص ولزق والارقام تعلى، ونرجع نشتكي ونقول السينما والمسلسلات بتحلب مواضيعها. ده انتوا ذات نفسكم بتحلبوا نفس المسلسلات والافلام من يوتيوبر للتاني علشان بس الارقام، وعلشان بفضل الله انا ما احسش اني بقلد ولا بكرر كلام حد. النهارده النظرية هتسدلك فجوات درامية في فيلم حلم العمر، وهتجاوب على أسئلة وانتقادات الناس اللي اتكلموا عن الفيلم، ومن أهمهم سؤال ازاي أحمد كان عنده أخت وهو كبير وأبوه ما كانش موجود وهو صغير، وهنتكلم عن شخصية أكرم من منظور نفسي وعن ماضيه كعادة شخصياتنا التوكسيك، وكمان هنتكلم عن اللي هيحصل لو بقى فيه جزء تاني من الفيلم، وعن تكملة صراع أكرم وأحمد. فقدر النعمة اللي بين إيديك يا اسطى دلوقتي، واعمل لايك وشير وسبسكرايب وفعل الجرس لو عايز تشوف حلقات تانية في المستقبل إن شاء الله. ويلا بينا نبدأ. فيلم حلم العمر بيحكي عن أحمد اللي كان بيتضرب وهو صغير، فبيلجأ لجاره مدرب البوكس علشان يدربه، علشان يغلب العيال اللي بتضربه في المدرسة. مع أول ظهور لأحمد الطفل ما بيظهرش أبوه، ولكن بيظهر قربه من أمه جدا واهتمامها بيه، لكن زي ما بيظهرش أبوه برضه ما بيظهرش أي علامة تأكد إن الأب ميت. وبعد سنين أحمد بيكبر وهو مكمل في الملاكمة، بيلعب في بطولات محلية تبع الإسماعيلية بلده اللي عايش فيها، وبيظهر لأحمد أخت صغيرة اسمها إيمان. فطبعا أكيد سمعت أنت الاستنتاج اللي بقى البانة في بق كل الناس اللي اتكلموا عن الفيلم. ايه يا ام احمد، انت غلطتي مع جاركم المدرب بتاع احمد ولا ايه؟ انت خلفتي من المدرب البنت دي، هو علشان كده المدرب عمل عملته وهرب واختفى بقية الفيلم. مع ان لو افترضنا اصلا ان ابو احمد ميت من وهو صغير، فهي ليها 100 مخرج درامي تاني من غير ما نوسخها ونقول ده غلطت مع المدرب. يعني كان ممكن نقول ان هي اتجوزت المدرب وبعدين سافر وطلقها، او ممكن النظرية تقول انها اتجوزت شخص تاني وعاش معاها في نفس البيت، ولكن اصلا مفيش احتياج لده، لان النظرية بتقول ان في الفترة اللي ظهر فيها احمد وهو طفل بيتضرب من العيال في المدرسة ابوه كان عايش، وعدم ظهوره في المشاهد مش معناه انه كان ميت. انما النظرية بتقول ان ابو احمد في فترة معاناة احمد في المدرسة هو كان مسافر السعودية زيه زي اي اب في الحقبة الزمنية دي. والنظرية برضو بتقول ان ابو احمد رجع بعد ما احمد بدأ يتعلم الملاكمة بسنة تقريبا، يعني في الفترة بين تعلم احمد الملاكمة وبين لما كبر، يعني في المرحلة اللي ما اتبروزتش على الشاشة. والنظرية بتقول ان بعد سنتين من استقرار ابو احمد في الاسماعيلية خلف ايمان اخت احمد وبعدها مات، فبالتالي عدم ظهور ابو احمد ما كانش معناه انه ميت. والدليل على النظريه واللي الكل مركزش فيه هي الصوره دي. ام احمد وهي بترتب البراويز بتاعت صور جوزها بنشوف صوره لابو احمد مع ابنه، وشكل احمد في المرحله السنيه دي هو نفس الشكل اللي شفناه فيها ايام ما كان بيتضرب من العيال في المدرسه، يعني ابوه كان عايش اهو ما كانش ميت. والنظريه بتقول انه اتصور معاه الصوره دي قبل ما يسافر على طول، يعني قبل معاناه احمد في المدرسه بحاجه بسيطه. خلاص برأنا شرف الوليه الغلبانه النكديه. نكمل بقى. النظرية بتقول كمان ان المدرب جار احمد ما كملش لانه مات في التمرين، لانه كان بيجرب منشطات بشكل جاهل ومتسرع علشان يعمل نتيجة سريعة في مسابقة ما هتنعكس عليه ماديا. بيكبر احمد مع صاحبه تايسون، وصاحبه تايسون بيكبر في دماغه فكرة السفر للقاهرة علشان تبقى القاهرة بوابة للنجاح في مجال الملاكمة بعيد عن الاقاليم والمحليات، لان ده للاسف الحقيقة، لان مصر او القاهرة هي المنفذ دايما المتركز فيه كل الخدمات والمرافق، واي محافظة تانية للاسف بتتشاف انها ريف بمدنها وبقراها. ودي مشكلة أزلية سواء لأسباب مادية أو حتى بسبب منظور الناس وقناعاتهم عن القاهرة وعن ما يجاورها. وهنا أم أحمد بتتكلم عن قد إيه هي ما تقدرش على العيشة في مصر، في مكان مش بتاعهم ومش شبههم ومعيشته أغلى، وده كان بالنسبة لي منطقي، ما يستحقش الانتقاد والهلولة اللي اتعملت عليه، اللي هو ولية انت بتقولي ايه؟ الاسعار واحدة في كل مكان، القاهرة زي الاسماعيلية وغيره. بس لا، انا تيم ام احمد فعلا، لان شخصيتها كست بسيطه وما اتحركتش مترين من بيتها، هي ما عندهاش خلفيه عن العالم بره المحافظه بتاعتها، وعلى قدر بساطتها وتواضع معلوماتها ده بيكون احساسها بالغربه شديد جدا لو سابت شارعهم. بس ما بالك بقى انها تسيب بيتها اللي عاشت فيه عمرها كله مع جوزها شريك حياتها، وتسيب بلدها وتتغرب وسط ناس ما تعرفهمش، وكمان تبدا من الاول خالص. انا اعرف ناس كده من كتر ما هم متمسكين بهويتهم، حتى لو كانت هويتهم دي مش جميله ومدعاه للفخر، هم مستعدين يضحوا بالمجد والتطور المجهول ويخلوهم في المضمون. اما لو هنتكلم عن اختلاف الاسعار، الاسعار اكيد في القاهره اغلى من ناحيه الاكل والشرب وسعر وحجم الرغيف المدعم بتاع التموين والمواصلات، ناهيك عن الايجارات وعبء البدايه من الاول خالص. وانا بكلمك عن تجربه، انا واحد قاعد بره القاهره وعارف. احمد بيروح القاهره ويكتشف ان النادي اللي دلوه عليه هو رايح فيه يشتغل كيس ملاكمه مش متدرب، يعني الناس هتتدرب عليه. وبيظهر في التوقيت ده اكرم اللي مش عامل حساب لحد، اللي كعاده الشخصيات اللي بنناقشها نرجسي ومتسلط ومتملك وشايف الناس صراصير تحت
تحت رجله. واكرم زيه زي سيف الحديدي زي حاتم في هي فوضى، عنده سلطات كتير بيستخدمها وعنده تناقض وتردد في مشاعر الحب، بيحب بجد لكنها نوعية حب مختلفة تتنوع بين الإهانة والضرب للشريك اللي قدامه، وبعدين يعتذر ويتراجع لما يحس ان حبيبته هتزول من طريقه. احمد بيعجب المدرب فبيقرر يدربه وينقذه من انه يبقى كيس ملاكمة، وده بيغيظ اكرم اكتر. وكمان احمد بيحب نور من اول نظرة، ونور دي اكرم بيحبها وبيعمل تسهيلات قانونية وورقية لابوها راجل الاعمال، وكل ده علشان يتجوزها. وهنا بتوع انتقاد الفيلم استغربوا تسهيلات وسلطات اكرم رغم انه مش ضابط كبير، لا يزال نقيب. وما استغربوش سلطات حاتم اللي كان امين شرطة في هي فوضى وبيقفل كنايس وبيمنع احتفالات. والنظرية بتقول هنا ان اغلب سلطات اكرم وغروره ونرجسيته ما كانش من شغلانته بس، انما النظرية بتقول ان اكرم اصله من اسرة غنية ارستقراطية جدا، اهله سابوله فلوس كتير وتقدير اجتماعي من كل اللي حواليه. اما المميز في شخصية اكرم هنا كان ان اكرم عنده اسلوب تمثيلي بيحسسه بالمتعة لما كان بيستخدمه، يعني يقول لفرد الامن عينينا لمجلس الادارة ويدعي الطيبة، وبعدين يكسر البوابة بعربيته ويدخل ويكسر الادعاء بتاعه ويقول ان القوانين ما بتمشيش عليه، وبعدها يقول للمدرب خلي احمد يلعب ويقابلني، وبعدها يروح يكسر لهم باب المكان اللي بيتدربوا فيه ويهددهم. وتلاقيه قبلها لما بيستغل ان محل الموبايلات اللي احمد شغاله فيه جايله موبايلات مسروقه، فيحبس الوليه ويمثل قدام احمد لما احمد يروح يترجاه، يدعي وش الطيبه ويقول له خير وما تقلقش، ويعمل انه بيكلم الضابط التاني علشان يخرجها له، واثناء التمثيل بيكسر الادعاء ويطلب طلباته اللي عايزها من احمد، زي ان احمد ما يروحش النادي ولا يكلم نور تاني. وبعدين يرجع للتمثيل والادعاء تاني ويعمل طيب ومحترم ويقول له هتروح معاك ما تقلقش. واكرم بيمثل وهو عارف ان اللي قدامه عارف ان هو بيمثل، انما التمثيل هنا هو مجرد ماسك تجميلي بس بيزوق بيه شكل شره ويدلعه علشان يكسر النمطيه بتاعه النرجسيه والغرور المعتاد عند اي شرير تاني. والنظريه بتقول ان السبب في ده ان اكرم وهو صغير فعلا كان عايز يكون ممثل وكان مهووس بده، انما ما كانش بيعرف يمثل وما كانش حد بيشجعه على ده لان تمثيله كان مكشوف، فهو وظف تمثيله بطريقه دلوقتي مش مهم فيها ان يكون تمثيله مفقوس او لا، انما بيعمله لنفسه ولمزاجه فقط. النظريه بتقول ان من الحاجات اللي خلت اكرم يكتسب الغرور والنرجسيه دي هي تاثره بالممثلين وحياتهم والكاريزما بتاعتهم، من كتر ما كان بيتابعهم في التلفزيون والمجلات كان بيحاول يعمل لنفسه نسخه منهم بره شغله ولو حكمت جوه شغله كمان، واتطور معاه الموضوع من مجرد تقليد حياه النجوم لحب للسلوكيات اللي هو بيعملها دي. من صفات اكرم كمان كانت انه شخص بيحب الابتزاز، يعني يحب يكون ماسك عليك حاجه يستغلك بيها، ولو صلاحيه استغلاله ليك خلصت يعايرك بفتره الابتزاز، فيقول لاحمد لما سلطه حبسه لامه خلصت انت يالا مش جيت بوست ايدي علشان خاطر امك، فهو لو مش مالك اذاك هيعايرك باللي كان ماسكه عليك زمان. احمد بعدها بيحصل له انتكاسه وبيوقف تمرين لما ابو نور بيرفض انه يتجوز بنته لانه افقر منها بكتير وبيجوزها لاكرم بالغصب. النهارده مفيش سوء ظن بالدرجه اللي انت متخيلها بتاعت كل الحلقات، فمش هاخدك لاي سكه شمال. النظريه بتقول انها هنا فست في وشه، فما تسرحش في حاجه قبيحه انا عارفك. وبعد المشهد ده اكرم بيضربها وبعدين ما يقدرش يقعد من غيرها فيروح يصالحها تاني، وبعدين يلاقيها بتتابع احمد اللي رجع يلعب تاني بعد ما كان منتكس وبيشرب والكابتن بتاعه فوقه وبهدله. وبالمناسبه النظريه هنا بتقول ان الكابتن بتاع احمد كان متمسك بانه يكمل في بطوله العالم وانه يلعب علشان بطوله العالم كانت بتضمن للكابتن ان فلوسها تسفر له بنته بره مصر علشان تتعالج وترجع تمشي تاني بعد ما اتشلت في حادثه وامها ماتت. للاسف احنا رجعنا لسوء الظن تاني، ولكن دي نظريه اوقع من مجرد تمسك المدرب باحمد واماله واحلامه وهو ما يعرفوش اصلا، انما هو مهتم جدا ان المتدرب بتاعه اللي هو مراهن عليه لما يكسب هيبقى سبب في رجوع بنته للمشي، وده هدف وان كان اناني فهو مقبول لكل الاطراف لانه ايجابي على الكل. المهم اكرم بيكون اتفصل من شغله بسبب بلاغات بسبب الفساد والتسهيلات اللي كان بيعملها، ولما بيعرف ان نور لسه بتتابع ماتشات احمد في التلفزيون بيسحلها ويطردها، وبعدين يحس انه هيفقدها وحب الامتلاك ينقح عليه فيروح يدور عليها وبالغلط يخبطها بالعربيه فيموتها، وساعتها ابوها بيفوق ويعرف انه اختار لها الزوج الغلط ويروح يشجع احمد في بطوله العالم، وبيكسب احمد بطوله العالم في الملاكمه. وردا هنا على استغراب واستنكار الناس من تجمع الناس في متابعه البطوله وتشجيع احمد في النهائي، فانا شايف انه طبيعي لان حتى لو الرياضه اللي بيلعبها ابن حتتك محدش يسمع عنها، حتى يا اخي لو بيلعب بطوله نتف الرؤوس السوداء من مسام المناخير انت هتشجعه، زي ما كلنا تابعنا ليفربول واحنا ما كناش نعرفها قبل محمد صلاح. ولو انتقدت تجمع الناس على القهوه وهم بيتابعوه وبيشجعوه استغربت قوي كده هتضطر تنتقد
مسلسل بطل العالم برضه، علشان حصل فيه نفس الاستيريوتايب بتاع المشاهد تقريبا. فلو انت شايف انها كانت بطولة محدش يسمع عنها ورياضة محدش بيشجعها في مصر، فهتضطر تلوم كل الاعمال اللي قدمت نفس المشهد ده بنفس الستايل. ونيجي دلوقتي لتكملة قصة حلم العمر من بعد النهاية اللي شفناها. النظرية بتقول ان اكرم اتحبس بتهمة القتل العمد بعد دهس مراته بالعربية، رغم انه كان مفكر الموضوع هيخلص قتل خطأ وياخد له كام شهر وخلاص. لكن بعد شهادة ام احمد انه كان بيطارد مراته عندهم في البيت، وبعد شهادة ابو نور انها كانت غضبانة وسايبة البيت لجوزها وكان جوزها بيدور عليها، وبعد شهادة الناس في الشارع انها كانت بتجري، وبعد مراجعة كاميرات الشارع اللي اتشافت فيها وهي بتهرب وهو وراها بعربيته، اتحكم عليه بالاعدام. وفي جلسة النقض خفف الحكم المؤبد 25 سنة. وبعد ما قامت ثورة 25 يناير والسجون اتفتحت، خرج اكرم وهو مقتنع بشيء واحد، ان احمد هو اللي تسبب في موت نور، لانها لو ما كانتش حبت احمد ما كانتش هربت من اكرم وطاردها وقتلها بالغلط. واللفة دي كلها هي اسهل على عقل اكرم من انه يلوم نفسه او يحس بالذنب او ينسب سبب موتها لنفسه، لانه النرجسي لو في صحراء ودفن نفسه في وسط الرمل بكامل ارادته هيلوم عادل امام ولا انه يلوم نفسه. اكرم لما بيخرج من السجن بيكون هدفه الوحيد هو الانتقام من احمد، وفي نفس الوقت بيكون احمد بيدرب منتخب مصر للملاكمة، ولما بيعرف بخروج اكرم بيكون عنده نفس الهدف وهو الانتقام من اكرم. احمد بيكون اتخلى عن الاقتناع اللي جواه انه اقل من الاغنياء والناس الواصلة، وكانت ثقته في نفسه زادت، وبقى جواه اقتناع انه يقدر يناطح اي حد، وما كانش السبب هو التغيير المادي او الفلوس، لان احمد ما كانش اتحسن ماديا لدرجة بقى فيها اغنى من ابو نور او من اكرم زمان، انما خبراته في الحياة ودعم الناس ليه حوله لشخص مقدر قيمة نفسه واشجع من زمان. وهنا اكرم كان بيستنفذ اخر محاولاته في التخطيط محاولة ورا التانية، يحاول يخطط انه يوصل لاحمد ويشتبك معاه، ولكن احمد كان زيبة، اكرم مش عارف يوصل له. احمد في الحدوتة دي كان يبان انه خايف يواجه اكرم ظاهريا وبيهرب منه ومختفي طول الوقت، واكرم كان يبان بيخطط وبيطارد كانه بيجيب حق نور وكانه مش هو السبب، ولكن الحقيقة كانت ان اكرم خلاص ما بقاش مستني حاجة من الدنيا، وتخطى مرحلة الجنون اللي بيوصل لها شرير الحكاية من اثر الفقدان، بل هو كان في مرحلة ما بعد ده عايش ميت اصلا. لذلك اكرم ما كانش عنده حاجة يبكي عليها، وعلى قد قلة حيلته وعدم قدرته على الوصول لاحمد كان ناوي انه يقتله لمجرد انه يلاقيه اول بس ما يشوفه، مش هتفرق فين ولا قدام مين. وفي اللحظة اللي بيفقد الامل فيها اكرم في الوصول لاحمد بيجيله تليفون من احمد بيقول له انه مستنيه على اول الشارع، ومع نزول اكرم زي المجنون للشارع علشان يضرب احمد بالنار اول ما يلمحه، بنشوف حد لابس ماسك على وشه وراكب تريلا كبيرة بيفرم اكرم بيها وبيلزقه في الاسفلت وبيجري، وبعد 200 متر تقريبا بيشيل الماسك وبنكتشف انه تايسون صاحب احمد. وفي النهاية رغم تخطيط احمد وزيادة ثقته في نفسه الا انه ما نفذش انتقامه من اكرم بايده، انما خلى تايسون يعملها بنفسه، رغم ان طار تايسون مع اكرم كان مجرد ان اكرم خلع له دراعه في التمرين في اول مرة خالص، ولكن برضه هو بسبب الخلع ده هو ضيع له حلمه في الملاكمة. ولحد هنا يكون انتهى صراع احمد مع اكرم، وبينجو بفعلته احمد وتايسون. وفي النهاية اتمنى اكون جاوبت على بعض ثغرات الفيلم وصلحتها، وطبعا يظل في ثغرات كتير ملهاش ترقيع، زي سذاجة ام احمد وكلامها عن البسلة واللحمة وربطها بالفقر والغنى، وسذاجة اظهار الاغنياء، وسذاجة اظهار غير القاهريين، وسذاجة اظهار القاهريين وهم بيبصوا لغير القاهريين، وزي ان ام احمد رايحة تترجى ابو نور يوافق يجوز نور لابنها فيديها فلوس شحتة، اللي هو ربط غير منطقي وملوش علاقة بالموضوع، زي ما اكون رايح اقول لك لو سمحت سلفني فلوس فتديني صبغة شعر، ايه العلاقة؟ في النهاية ما تنساش اللايك والشير والسبسكرايب والجرس، وتقولي رايك في الكومنتات ونظرياتك واقتراحاتك، وتشوف الحلقات اللي فاتت وتقدر المحتوى لو عاوزني اكمل، لان بجد الارقام دي ما تلقش على المجهود نهائي، انت بجد ما تعرفش انا ببذل مجهود قد ايه. ولو محتاج تصمم فيديو اعلاني لشغلك بالذكاء الاصطناعي مهما كان مجالك تقدر تكلمني من بيج الفيسبوك او من واتساب الشغل، وعندك اكونتاتي الشخصية لو عاوز تناقشني في حاجة. وسلام.